إنك تكون بتحب حد وفجأة يفرط فيك، وانت بتبقى ماسكة فيه وهو يا حول الله عليه هو مش عايزك ومش شريكي ومش شايف حاجة فيكي، ولا إنك تبقي باقي عليه وهو مش باقي عليك ومش سائل حتى فيكي، وكأنك كنت لعبة بين ايديك وجيتي على نفسك عشان البيت. طب قوليلي استفدت ايه؟ اهو ده يخليكي تقفلي على قلبك وما تحبيش غير اللي شريكي وعايزك في الحلال قدام كل اللي ليكي. ما تقوليش الفراق صعبة علي، اصل كنت بحبه وكان نور عينيا. بكرة ربنا هيعوضك بغيره وهتعرفوا وقتها ان ربنا شايف الخير ليكي، وبعدك عن واحد ما كانش شريكي. اعرفي ان الدنيا ما وقفتش عليه، بكرة يجي اللي يشيلك جوانين عينيه. انت بتبقي عارفة ان هو مش ليك بس لسه بتتمسكي بيه لان غصب عنك من غير ما تقصد حبتين. اوعى في يوم تضعفي ولا تحني ليه، افتكر يوم ما سابك وانت بدموعك عليه، ده يوريكي انك تختاري لقلبك النظيف اللي ما يجيش في يوم ولا يغلط فيك ولا يجيب العيب عليكي. ما تندميش في يوم على اللي عملتيه، ده اصلا اللي انت متعود عليه، والشات اللي بينك وبينه احذفيه عشان هتشوفوا وعود فيه. وقتها هتضحكي وهتقولوا انت ابوك بتطيبوا على ايه. اعرفي اللي بيمشي ملوش امان، حتى لو رجع افتكر ان ده اللي خان، سامحيه بس اوعي ترجعي، وتأكدي ان ربنا بكرة هيعوضك براجل يحافظ عليك ويرعى ربنا فيكي، وتبان الفرحة وقتها في عينيكي.